هو إحنا كمان هنخزّن البصل أخضر، أيوه، خليكِ ماما شاطرة، خزّنيه وبلاش ترميه، بُصّي شكله اتحط على رف التلاجة، تعالوا أقول لكم إزاي، يالّا بينا، شوفوا مع بعض هنخزّنه إزاي ويفضل عندنا طول السنة موجود ناكل بصل أخضر، يعني مش في الشتا بس. هنجيب بقى البصل الأخضر الكمية اللي أنتِ عايزاها، طبعًا كلنا عارفين ده شكله بييجي من عند المزارع، هو بياع الخضار. طب بنعمل إيه؟ هنشتغل مع بعض خطوة، خطوة عشان ما تقعوش في الغلطة اللي بنقع فيها، والحاجة غالية وبنرميها، طب وليه؟ طب ما أنا عندي كمية أعملها بطريقة معينة وأشيلها عندي في الفريزر تفضل موجودة طول السنة. هامسك البصلة الخضرا كده أشيل أي حاجة مش لطيف فيها زي ده، شايفين الورقة الصفرا دي بالجزء اللي فيه طشينة طبعًا ما غسلتوش لسه، أشيل الأول وأسحب لحد الآخر، بس لازم أسيب جزء صغير عند الراس، ما اشيلش الراس كلها عشان ما ابوظش البصل بتاعنا، كده. هي الحتة اللي فوق دي أنا سايباها وهاغسلها وأوريها لكم، تمام، وباشيل الأخضر وحدي والأبيض وحدي، يعني في ناس تحب الأخضر وفي ناس تحب البصلة البيضا، طبعًا كل الكمية بنفس الطريقة، وهاوريكم إزاي نخزنه يفضل عندنا طول السنة، أنضفه وهارجع لكم. وبعد ما نضفته ده شكله، طبعًا أهو لسه ما غسلتوش، أدي الأخضر وأدي الأبيض وأدي طلع منه. وبعد ما غسلته آدي شكل البصل الأخضر، بصوا بقى الراس أهي موجودة، أنا مش شلتها بس نضفتها من الطينة اللي فيها، وآدي الورقة الخضرا. هنعمل إيه الخطوة المهمة اللي بعد كده، هنجيب مناديل مطبخ ونمسح بقى الإيه البصل خالص، مش عايزة فيه أي مَيّة خالص. وهنجيب بقى أطباق فوم أو علب تلاجة أو أكياس خزين، وهابدأ أرص في البصل بتاعي بالشكل ده، كل ما أحط واحدة أمسحها المَيّة، بس أنا بافضّل بقى الفوم ليه؟ عشان باغطيه بستريتش وأطلّع منه الهوا عشان أعرف إيه اللي جوّه العلبة بتاعتي، بدل ما أفتح كل شوية وأقفل. طبعًا ما تحطّيش الكمية اللي أنتِ عايزاها بقى على قد الأكل، طبعًا أنا حاطة يعني الكمية كلّها في طبق واحد، أنتِ بقى قاسماها في أطباق صغيّرة عشان تطلّعي تاخدي الكمية وما تحتفظش تاني، هي يعني مجرّد ما أفك من التلج خلاص ما ينفعش يتخزّن تاني، أي خضار عامةً. أمسح كده طبعًا المَيّة اللي فيه، وهابدأ أغطّيه بالستريتش وأطلّع أي هوا بقى، بُصّوا بقى أنا إيه، هنا لفّيته بطريقة يعني بُصّوا جامدة جدًا، ما اخلّيهوش أي هوا خالص. طبعًا ده أنا هاشيله في الفريزر، هيقعد عندي، بس هو لسه موجود في السوق، هافضل أسحب من السوق آكل من البصل الأخضر، ولمّا يبدأ يقِل عندي في السوق أطلّع البصل اللي أنا مخزّناه، ده ميزة الخزين، بس المفروض نخزّنه بطريقة صح، تمام كده؟ أنا باطلّع منه الهوا كده، وهابدأ أقطّع كده فوق ورق الستريتش، وآدي البصل الأخضر بتاعنا، آدي بقى نجيب الورق الأخضر وحدي، والورق الأبيض وحدي، يُفضّل ما يكونوش مع بعض. وهاعمل زي ما عملت مع البصلة البيضا، أمسحه بمناديل مطبخ كده عشان المَيّة دي ما تخلّوش يجمد معايا، يعني يكون جاف أفضل بكتير، وأبدأ برضه أغطيه بستريتش كده شمال ويمين، بحيث ما يدخلشوش هوا خالص، خالص. أنا برضه باقول لِك يُفضّل تحطيه على قد الكمية، بحيث لو أنتم أسرة كبيرة ما فيش مشكلة، الطبق يكفّيكم، لكن لو أنتم مثلًا 1 أو 2 بس بياكلوا، أطلّع في أطباق صغيرة على قد الكمية. وده خلاص ده شكله بُصّوا بقى كده، آدي الأخضر وآدي البصلة البيضا، ده مثلًا تعملي كمية وتشيليها في الفريزر تفضل عندِك طول السنة ما يجراش أي حاجة، صدقوني وعن تجربة، عشان كلنا عارفين في الصيف مش بنلاقي البصل الأخضر خالص، والبعض مننا بيحبه جدًا، جدًا مع العدس، مع الفسيخ، مع رنجة، يعني بينفع برضه في البيت، اعملي كمية وشيليها وهي هتبقى حلوة جدًا عندِك، بألف هنا وشفا، وما تنسوش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، وباقول لكم باي باي.